ناس كتير بتشتري شجرة الكريسماس كل سنة وبتزينها بأحلى الألوان والديكورات، لكن الأكتر ما يعرفوش حكاية شجرة الكريسماس دي وليه الناس بتهتم بتزيينها قوي كده. حكاية شجرة الكريسماس وارتباطها بسنة جديدة بدأ من قديم الأزل، من أيام المصريين القدماء والفراعنة، وكان تقليد معروف عندهم باستخدام الأشجار اللي الخضار فيها ظاهر قوي، وخصوصا في الشتاء زي الخضار الجامد اللي بنشوفه في أشجار الكريسماس، وكانوا بيرمزوا من خلاله لاحتفالات وحاجات معينة. وطبعا ده كان قبل ظهور المسيحية بوقت طويل، وزي ما الناس في الكريسماس بتحتفل بالأشجار دي وبيحطوها كديكور على باب بيتهم، الناس زمان كانوا بيعملوا كده، بس مش مجرد احتفال بس، ده علشان يبعدوا السحرة والأرواح الشريرة من إنها تقتحم حياتهم. وكان من ضمن الاحتفالات اللي بدأت فيها الناس تستخدم الأشجار دي احتفال الانقلاب الشمسي، وده لأنهم كانوا بيعتقدوا إن الشتاء بيجي علشان إله الشمس مريض، والصيف لما بيجي يبقى إله الشمس بدأ يتعافى يعني. وكانت النباتات والأشجار اللي فيها أخضر بارز وظاهر قوي بتفكرهم بالصيف. أما المصريين القدماء وهم بيحتفلوا بالانقلاب الشمسي ده كانوا بيملوا بيوتهم بأشجار النخيل، واللي كانت بترمز ليهم بانتصار الحياة على الموت. وحتى في أوروبا كانوا بيحتفلوا بنفس الطريقة، واللي كانوا بيزينوا معابدهم بالأغصان كرمز للحياة. يعني من الآخر كده الشجر بالنسبة لهم حياة وضوء الشمس وبداية جديدة. أما بالنسبة للبلد اللي ليها الفضل في شجرة عيد الميلاد المعروفة فهي ألمانيا، لأنها أول دولة استخدمت الشجرة في الصورة اللي بنشوفها عليها دلوقتي، واللي بنقول عليها شجرة الكريسماس. والكلام ده كان في القرن ال16. وحكاية الأنوار بقى اللي بنشوفها على الشجرة دي فاللي عملها هو مارتن لوثر، وده لأنه في يوم من الأيام كده في ليل شتوي جميل شاف نجوم في السماء. إضاءة النجوم دي كانت مذهلة، فجات له من هنا الفكرة إنه يزود شموع على شجرة الكريسماس علشان يوصف لعيلته المنظر التحفة اللي شافه. وبعد فكرة مارتن لوثر دي بدأت أشجار الكريسماس في التطوير من ناحية التزيين، وبقت تقليد معروف بالنسبة للكريسماس، وده بعد ما بقت الأشجار الخضراء قوي جزء لا يتجزأ من الطقوس المسيحية في ألمانيا. الموضوع بقى مهم قوي في حياتهم لدرجة إن لما الألمان هاجروا إنجلترا خدوا الأشجار دي معاهم. والموضوع كبر في إنجلترا لما زوجة الملك جورج الثالث اللي بيعود أصلها لأصول ألمانية زينت شجرة عيد الميلاد بنفسها. في الوقت ده كان الأمير الألماني ألبرت وزوجته فيكتوريا نشروا التقليد ده في بريطانيا، وخلوا أشجار الكريسماس جزء مهم من احتفالات عيد الميلاد، وتحديدا بالظبط سنة 1848. وظهر رسم توضيحي للعيلة المالكة في صحيفة لندن، وظهرت فيها أشجار مزينة، ومن بعدها وكل البيوت اعتمدت شجرة الكريسماس المبهجة دي. لكن في ناس رفضت فكرة الأشجار دي وقالوا إن أصولها وثنية، وما بدأش موضوع الكريسماس ده ينتشر إلا في ثلاثينيات القرن ال19. وبرضه الرسم التوضيحي اللي اتكلمنا عنه ساعد في انتشار كبير للشجرة دي على نطاق واسع وفي كل الدول، وبقى في اللي بيستخدم أشجار صنوبر حقيقية وفي اللي بيستخدم الصناعية. المهم إنه يوصل للنتيجة اللي هو عايزها، وهي شجرة كريسماس جميلة ومبهجة.